المالتي تاسكينج فكرة شائعة أوي اليومين دول. والمالتي تاسكينج ده هو إن حد يعمل مهمتين مع بعض في وقت واحد، بس الحقيقة هو مش بيعمل مهمتين في وقت واحد، هو بيبدل بين المهمتين بسرعة. فمثلا يعني ياخد كورس 5 دقايق، بعد كده يروح ناطط على الكتابة ما يكونش كمل الكورس. ده اسمه تعدد المهام أو المالتي تاسكينج. في الفيديو ده هقولك عيوب المالتي تاسكينج وليه وازاي تتجنبه. معلش المقدمة طويلة شوية، يلا بينا على الفيديو. اهلا بيك في كافي دوز، المكان اللي هتشوف فيه القهوة والتحفيز والوعي. اول حاجة، ايه هي عيوب تعدد المهام وليه هو فخ؟ على عكس الاعتقاد الشائع ان تعدد المهام بيزود الانتاجية، لكن الدراسات اثبتت ان هو ليه اثار جانبية بعدين، زي انه بيقلل الكفاءة والسرعة. الدماغ بياخد وقت للانتقال لإعادة التحميل لما بتنتقل من مهمة للتانية، فده في المهمة بتاخد وقت أكتر منها بنسبة 40%. تاني عيب وهو زيادة الأخطاء. تشتت الانتباه بيخليك ترتكب أخطاء ممكن ما تلاحظهاش غير بعدين. تالت عيب هو الإجهاد العقلي. التبدل بين المهام ده بيرفع هرمون الكورتيزول، وده ده هرمون التوتر اللي بيخليك تحس بالإرهاق والتعب بسرعة من غير ما تخلص المهام. رابع عيب هو ضعف الذاكرة قصيرة المدى. لما بتشتت انتباهك بيصعب على دماغك ان هو يخزن المعلومات في الذاكرة قصيرة المدى. خامس عيب وهو قتل الابتكار. الابتكار بيحتاج الدخول في حالة التدفق أو الفلو والتركيز العميق. فلما بتعدد المهام، بتعمل تعدد مهام، ده بيقتل الفلو أو حالة الفلو والتركيز العميق تماما. ازاي بقى تتجنب تعدد المهام وترجع تركيزك؟ أول حاجة قاعدة العشرين دقيقة. ح... آه، التزم بالمهم أول حاجة قاعدة ال20 دقيقة. التزم بالعمل على مهمة واحدة لمدة 20 دقيقة قبل ما تفكر إنك تنقل لمهمة تانية. يعني لازم تلتزم إنك تشتغل على مهمة لمدة 20 دقيقة، بعد كده فكر بقى إنك تنقل على مهمة تانية. تاني حاجة، قلل المشتتات. اقفل إشعارات الموبايل وابعده عنك خالص أو عن الأوضة اللي بتشتغل فيها، وخصص وقت مخصوص ترد على رسائل، لكن ما تردش على أي حاجة وأنت بتشتغل. تالت حاجة، ابدأ تحديد الأولويات. ابدأ يومك بتحديد أهم 3 مهام لازم تنجزهم النهاردة مثلا، وما تنقلش المهمة التانية غير لما تنجز المهمة الأولى اللي أنت بتنجز فيها. رابع حاجة، استخدم تقنية البومودورو، واللي هي إنك تشتغل لمدة 25 دقيقة، بعد كده تاخد راحة 5 دقايق، وده بيساعد على إنك تفضل منضبط. خامس حاجة، تجميع المهام المتشابهة. يعني مثلا بدل ما كل شوية تقعد ترد على إيميلات، لأ، خصص وقت مخصوص رد فيه على كل الإيميلات دفعة واحدة. نصيحة أخيرة وهي اتعلم تقول لأ للمقاطعات الصغيرة. يعني مثلا لو حد قالك تعالى مثلا نعمل معايا حاجة، قوله معلش 10 دقايق أخلص الحاجة اللي في إيديا، لأنك لو اتقطعت ورحت بقى عملت الحاجة دي هتخرج من حالة التركيز وهتتشتت. يبقى نراجع سريعا عيوب المالتي تاسكينج. أول حاجة، بيقلل الكفاءة والسرعة. يعني بدل ما كنت بتاخد في المهمة 20 دقيقة هتاخد فيها 40 دقيقة، لأنها بتزودها زيادة لأنك بتبدل بين مهمتين. تاني عيب، زيادة الأخطاء. لما بتشتت عقلك الأخطاء بتاعتك بتزيد وانت بتشتغل. تالت حاجة، الإجهاد العقلي. لما هرمون الكورتيزول بيزيد لما بتبدل بين المهمتين، انت بتتشتت ومش بتعرف تنجز كويس. رابع حاجة، ضعف الذاكرة قصيرة المدى. لأنك لما بتشتت نفسك بالمهمتين الذاكرة قصيرة المدى بتقل ومش بتبقى موجودة خالص يمكن. بس حاجة، قتل الابتكار. الابتكار بتاعك بيقل لأنه محتاج تركيز عميق، وانت بتشتت نفسك بين مهمتين ومش بتعرف تركز على مهمة واحدة وتركز فيها كويس، فالابتكار بتاعك بيقل خالص. ازاي تسترجع تركيزك بقى؟ أول حاجة، قاعدة ال20 دقيقة. التزم بمهمة لمدة 20 دقيقة قبل ما تنقل على أي مهمة تانية. حاجة، قلل المشتتات. ما تحطش جنبك تليفون أو أي حاجة تشتتك، لأن التليفون مثلا هيفضل يجيلك رسايل فأنت هتتشتت من المهمة اللي أنت بتعملها، فهتلاقي نفسك مش قادر تشتغل، لأنك عمال يجيلك رسايل، عمال تشوف التلفزيون، كده هتلاقي نفسك متشتت. فابعد عنك المشتتات خالص أحسن. تالت حاجة، رتب الأولويات. لما أول ما تصحى حط أهم 3 مهام أنت عايز تنجزهم في اليوم، وما تنقلش على أي مهمة غير لما تخلص المهمة اللي أنت فيها. رابع حاجة، استخدم تقنية البومودورو. ما ت... اللي هي دي هتزود عندك الانضباط. خامس حاجة، جمع المهام المتشابهة.
زي رد على الايميلات، رد عليها كلها مره واحده. البونص بقى هو اتعلم تقول لا للمقاطعات. يعني اي حد يقطعك قول له بعد اذنك، بعد ما اخلص هعمل لك الحاجه دي. لو يعني الا لا بقى لو حد زي باباك او مامتك او كده لا. لكن لو حد غريب وقال لك حاجه قول له بعد اذنك 10 دقايق. ندخل على فقره المقوله، ومقوله النهارده لمؤسس شركه ابل ستيف جوبز. بيقول التركيز لا يعني انك تقول لا للمهام اللي المفروض تركز عليها، لا. التركيز هو انك تقول لأ لمئات من الافكار الاخرى اللي هي الموجودة. يعني مثلا انت جالك افكار انك تعمل كذا وكذا وكذا وانت مركز على حاجة. يعني انت مثلا مركز على الجرافيك ديزاينر، وجالك فكرة انك تبقى تتعلم برمجة، وجالك فكرة انك تتعلم مهارات تانية. وانت بقى تقول لأ للمهارات دي وتركز على المهارة اللي انت بتتعلمها دلوقتي اللي هي الجرافيك ديزاينر. ده قصد ستيف جوبز. وبس، كان معاكم يوسف من كافي دوز. ما تنساش خليك دايما صاحب عقلك.